هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم، الجمعة 11 من أكتوبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة من برنامجه الأسبوعي نافذة ثقافية، وفيها يتناول العام الأخير من حياة الكاتب الروسي الشهير فيودور ديستويفسكي. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الخطوط الجوية الأوغندية تسير رحلات إلى أسمرة. إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في إثيوبيا. ألمانيا ترحل طالبي لجوء أفغان إلى بلادهم. كانت هذه مستمعي ومستمعات الأفاضل عناوين نشرتنا الإخبارية، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. أكدت الخطوط الجوية الأوغندية وضمن خطتها التشغيلية المقبلة بأنها سوف تسير رحلات منتظمة بين كمبالا وأسمرة، ولم تحدد الخطوط موعد تسير هذه الرحلات المقترحة. وسوف تسير الخطوط الجوية الأوغندية رحلتها إلى أسمرة ضمن خطة تشغيلية تشمل كذلك رحلات إلى كل من أديس أبابا وجيبوتي وهرجيسا ومدن أخرى. وكانت الخطوط الجوية الأوغندية قد تأسست في عام 1977، ولكنها كانت خارج الخدمة لسنوات طويلة، ولكن مسؤولون حكوميون قالوا بأنه سيتم إحياء الشركة بعد عقود من التعطل. الجدير بالذكر بأن السلطات الأوغندية تسمح لحاملي الجوازات الإريترية بدخول البلاد دون تأشيرة مسبقة، مما دفع العشرات إلى السفر إلى كمبالا ومنها إلى جهة ثالثة. كما تضم أوغندا جالية كبيرة من رجال الأعمال الإريتريين الذين فروا من إريتريا واستقروا بدارة أعمالهم في مختلف المدن الأوغندية. نقل موقع بوابة أفريقيا المتخصص في الشؤون الأفريقية عن وكالة رويترز أن مسؤول بحزب محلي وشاهد عيان قال أن الشرطة الإثيوبية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين خارج محكمة في مدينة بهردار نهار الثلاثاء الماضي. وأضافت الوكالة أن هذا الأمر يعكس التوترات العامة بشأن العنف الذي خلف عشرات القتلى هناك في شهر يونيو الماضي. وقال الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه خوفا من أعمال انتقامية ضده لوكالة رويترز أن المحتجين رددوا ما طالب بأن تكشف الحكومة عن جرائم القتل التي ترافقت مع ما وصفته الحكومة بمحاولة انقلاب إقليمية في إقليم الأمهرة. وكان العنف قد تفجر في يونيو بعد قيام مسؤول الأمن في الإقليم بقتل عدة مسؤولين، من ضمنهم قائد القوات الخاصة ورئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإثيوبي، في محاولة لم تتضح معالمها قبل مقتله هو نفسه على يد قوة من الجيش الإثيوبي. وأكد ديسالين شاني رئيس حزب حركة أمهرة الوطنية الجديدة أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وأكد شاني لرويترز أن الشباب احتجوا وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم وفرقتهم، مضيفا أنه لم تقع خسائر. ورفض المتحدث باسم الإقليم التعليق على الخبر، كما لم يرد كبير مسؤولي الشرطة في المنطقة على طلب التعليق. ويبدو أن احتجاجات الثلاثاء هي محاولة لإظهار القوة من قبل الحركة السياسية العرقية في الإقليم، والتي قد تتحدى الحزب الذي يتخذ من أمهرة مقرا له في الائتلاف. رحلت ألمانيا 44 طالب لجوء أفغانيا تم رفض طلباتهم ووصلوا إلى كابول في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي. وبهذا تكون ألمانيا قد رحلت 720 أفغانيا ضمن 28 مجموعة منذ ديسمبر 2016. يشار إلى أن قرار ترحيل طالبي اللجوء يثير جدلا في ألمانيا، حيث يرى منتقدون لهذه الخطوة أن إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم التي تمزقها الحرب يعرض حياتهم للخطر. وغالبا ما يتم استهداف المدنيين في هجمات لحركة طالبان والقاعدة، حيث قتل 1366 مدنيا في أفغانستان خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من هذا العام حسب إحصائيات الأمم المتحدة.
بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. الخطوط الجوية الأوغندية تسير رحلات إلى أسمرة. إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في إثيوبيا. ألمانيا ترحل الطالبين لجوء أفغان إلى بلادهم. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. عندما أموت يا آنا ادفنينني هنا أو أينما تشائين، ولكن تذكري جيدا لا تدفنينني في مقبرة فولكوفيه ضمن مدافن الأدباء. لا أريد الرقود بين أعدائي، يكفيني أنني عانيت منهم الأمرين في حياتي. وصية دوستويفسكي لزوجته آنا غريغوريفنا. مرحبا بكم سيداتي سادتي إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية، وفيها نقدم لكم موضوعا تحت عنوان كيف قضى دوستويفسكي الفيلسوف الروائي الروسي الشهير عامه الأخير، ذلك نقلا عن مجلة فكر الثقافية. فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، ولد دوستويفسكي الروسي لعائلة من الطبقة المتوسطة. اعتادت والدته ومربيته على قراءة روايات عديدة من القصص والأساطير له، مما أثرى ذهنه بالخيال الخصب. في عام 1839 بدأ يعاني من نوبات الصرع بعد وفاة والده، ومع ذلك واصل دراسته ونجح في اجتياز الاختبارات. في عام 1843 تم نشر أولى أعماله الأدبية، والتي كانت ترجمة لرواية فرنسية، ثم تابعها بترجمة عدة أعمال أخرى. في عام 1846 نشر أولى رواياته القوم الفقراء، وأنها أولى الروايات الاجتماعية الروسية، وقد حققت نجاحا تجاريا ساحقا. ثم صدرت روايته الثانية بعنوان الشبيه، لكنها لم تحقق أي نجاح، مما أثر على حالته الصحية. في ذات العام 1846 إلى 1848 كتب العديد من القصص القصيرة لمجلة تاريخ الوطن، إلا أنها لم تحقق نجاحا هي الأخرى. نتيجة لذلك وقع في ضائقة مالية. انضم إلى رابطة بيتراشيفسكي الأدبية، وهي مجموعة نقاشية معارضة لنظام حكم القيصر الاستبدادي. في عام 1849 أصدر الإمبراطور نيكولاس الأول أمرا بإلقاء القبض على أعضاء الرابطة، وحكم عليهم جميعا بالإعدام، إلا أنه تم العفو عن دوستويفسكي في آخر لحظة، وتم تغيير الحكم إلى النفي لمدة 4 سنوات في سيبيريا. لكن الحادثة تركت أثرا عميقا فيه ظهر في كتاباته اللاحقة. ثم تم إطلاق سراحه في عام 1854، وكتب عن تجربته التي مر بها بالمعتقل في روايته بيت الموتى عام 1861، والتي نقل من خلالها صورة حية لأدق التفاصيل والظروف المعيشية داخل معتقل سيبيريا. في عام 1864 تم نشر روايته القصيرة رسائل من تحت الأرض، والتي يعتبرها العديد من النقاد الأدبيين أولى الروايات الوجودية. وعلى الرغم من اتساع شهرته، إلا أن أوضاعه المادية كانت متدهورة بسبب إدمانه للمقامرة. عندما تم نشر أول جزئين من رواية الجريمة والعقاب في أعداد يناير وفبراير لعام 1866، مما ازداد عدد المشتركين بالمجلة لنحو 500 مشترك جديد. وقد تم نشر روايته الأبله في البداية على هيئة سلسلة فيما بين عامي 1868 إلى 1869، وتعتبر أحد أروع إنجازاته الأدبية.
أسس مع زوجته دارا للنشر تدعى شركة دوستويفسكي للنشر، ونشر رواية الشياطين في عام 1873. حقق الكتاب نجاحا وبيع منه 3000 نسخة تقريبا. في عام 1880 تم تعيينه نائبا لرئيس الجمعية السلافية الخيرية. وفي ذكرى رحيل الكاتب بوشكين ألقى دوستويفسكي خطابا في موسكو، والتي لاقى قبولا حسنا لدى الجمهور، حتى أن منافسه توريغنيف احتضنه وسط دموع غزيرة. اكتملت روايته الأخيرة الإخوة كارامازوف عام 1880 بعد حوالي عامين من بداية كتابته لها. وتوفي دوستويفسكي بعد بضعة أشهر من نشر الرواية. روايته البوليسية الجريمة والعقاب تناولت المعضلة الأخلاقية التي يواجهها طالب فقير قتل امرأة غنية عديمة الضمير من أجل المال، وفي النهاية يتغلب عليه الإحساس بالذنب. ومن أعماله بالغة الأهمية أيضا روايته المقامر التي كتبها تحت ضغط مدة معينة لإيفاء ديونه، وقد نجح في ذلك. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرينا الدولية من باريس. لطالما شغل الروائي الروسي فيدور دوستويفسكي الذي عاش منذ عام 1821 إلى 1881 شغل النقاد والمحللين النفسيين والمؤرخين في محاولة لفهم تلك الشخصية المضطربة، سواء في علاقته بالسلطة التي تمرد عليها ذات يوم ثم عاد لينتصر لها وفق يوتوبيا يؤمن به وحده تتضمن طروحاته حول الإصلاح والعدالة، أو إيمانه الديني الذي يتماهى مع اشتراكية لا تعني أحدا غيره، وانتهاء بهاجس الموت الذي ظل يصارعه طيلة حياته. لعل العام الأخير من حياة الكاتب الروسي فيدور ميخاليوفوتش دوستويفسكي كان العام الأهم في حياة الكاتب، ولحظة مفصلية في مصير روسيا القيصرية ككل. وهنا نستعرض أهم الكتب التي تناولت أسرار ذلك العام المثير. وقد اختار الكاتب الروسي إيغور فولغين أن يطلق على أحداث هذا العام التأرجح على الهاوية، ليسرد بأسلوب استقصائي شيق أحداث الجزء الثاني من رواية الأخير كارامازوف التي مات الكاتب دون أن يكمل روايتها، وعلاقته الملتبسة بالسلطة والثورة، والرابط بين أسباب وفاته الغامضة وخطة اغتيال القيصر، والمعركة التي دارت حول قبر دوستويفسكي بين الدولة والثوار. هذه إذاعة إرينا. ما قرأناه كما يقول الكاتب عزيز المستمع كان المقدمة فقط ولم تكن الرواية. لعل المعلومة الصادمة التي يعلمها جزء غير كبير من قراء دوستويفسكي أن كل ما قرأوه من رواية الإخوة كارامازوف، والتي تجاوز تعداد صفحاتها 1500 صفحة حسب الترجمة العربية للدكتور سامي الدروبي، لم يكن غير مقدمة تعريفية للحياة السابقة لبطل الرواية أولوشيا كارامازوف، وما دار من أحداث في صدر شبابه أي قبل 13 عاما، كما أخبر دوستويفسكي بنفسه في التصدير الذي كتبه للرواية. وأراد دوستويفسكي أن يكون لهذه الرواية جزء ثاني أسوة بباقي رواياته الخالدة: الأبلة، الجريمة والعقاب، الشياطين، وغيرها من الثنائيات التي كتبها. ولكن جاءت وفاته في 9 فبراير عام 1881 ليتوقف هذا المشروع الكبير، والذي كان من المفترض أن تدور أحداثه في أواخر سبعينيات القرن 19، أي بعد 13 عاما من مقتل الأب فيدور كارامازوف، وفي أثناء حكم القيصر الروسي ألكسندر الثاني، والذي تعرض قبل كتابة دوستويفسكي لرواية الإخوة
كارامازوف لعدة محاولات اغتيال فاشلة، كان بطل إحداها طالبا يدعى ديمتري كارامازوف. ولعل القارئ هنا سينبهر من التشابه اللفظي بين كنيته وكنية بطل دوستويفسكي الأثير إلوشا كارامازوف. ويورد إيغور فولغين هنا عددا من المقالات التي نشرتها الصحف الروسية وبعض ما سجلته أقلام زملاء دوستويفسكي في دفاتر يومياته من أمثال سوفرين وشيتكانسيريد وميكولوتش، والتي كانت شبيهة بمنصات التواصل الاجتماعي في القرن التاسع عشر، حيث يسجل فيها الروس والأوروبيون ما دار من أحداث في يومياتهم، والتي كتبت قبل وفاة فيدور دوستويفسكي. ولا يستبعد إيغور فولغين في كتابه أن تكون هذه التسريبات قد تمت بموافقة دوستويفسكي نفسه ليمهد لجمهور هذا التحول الدراماتيكي الذي سيحصل في حياة الأخ الأصغر من الإخوة كارامازوف ألوشيا، والذي كان يكافح في سبيل الانسجام العالمي في الجزء الأول، كيف أنه هو نفسه سيكون قاتل قيصر روسيا ألكسندر الثاني الذي أصدر العفو عن دوستويفسكي بعد تورطه في جريمة سياسية قبل أن يعدم بلحظات، وقام بإصلاحات كثيرة من بينها ما عرف عند الروس بتخليص الفلاحين من عبودية الأرض. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم آنساتي سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية، ونتحدث عن الكاتب والفيلسوف الروائي الروسي دوستويفسكي، وخاصة نتحدث عن العام الأخير في حياته. ويورد الكاتب عددا من الإشارات التي حملها القسم الأول من الإخوة كارامازوف في حواره مع الأب زوسيما الذي سجد للأخ الأكبر ميتا في بداية الرواية لأنه رأى العذابات التي تنتظره. قال لألوشا في إحدى نقاشاته الكثيرة معه: إليك رأيي فيك، سوف تترك الدير وسوف تعيش في العالم كراهب. وربما كان سيعدم بعد فشل محاولة اغتياله للقيصر، ويحمل نفسه عبء التجربة التاريخية، ويكون اشتراكيا روسيا إنجيليا كما كان يحب دوستويفسكي. وهذا ما دفع الجميع للقول إن هذا الجزء من الرواية سيكون أمتع من الأول. وكتبت جرائد بيتسبرغ حينها أنه مع مرور الوقت سيصبح ألوشيا كارامازوف معلما ريفيا، ثم يصير بعد الأمر تحت عمليات نفسية خاصة تمور في سريرته إلى الاقتراب حتى من فكرة اغتيال القيصر. مع حلول عام 1881 هدأت اضطرابات الفلاحين وتوقفت عمليات الاغتيال، وتحدثت الصحافة الروسية عن إصلاحات قادمة. وكتب دوستويفسكي عن يوميات كاتب مقالا عن تحالف القيصر والشعب، لكنه لم يقتنع أن مثل هذا التحالف يمكن أن يتحقق لمجرد إحداث إصلاحات اقتصادية، فإذا كان القيصر هو الأب والشعب أبناؤه فإن صلة القربى تلك لا يعززها المال، بل تقوم على أسس أخلاقية مغايرة تماما. وكتب في عدد من يومياته عما أسماه إنعاش الجذور، فالإصلاحات الاقتصادية وتخفيض الضرائب مجرد مسكنات لا تخرج الأمة من المأزق، فالتدابير الإدارية تضع العرب أمام الحصان. ورأى أن النهوض الاقتصادي لن يتحقق إلا بتحسين المناخ المعنوي، فانعدام الطمأنينة الروحية يعني انعدام أي طمأنينة أخرى. لذا طالب دوستويفسكي بالحرية التامة للصحافة مع إلغاء أي إجراءات إدارية أو قضائية تحد من حرية التعبير. لقد شهد العام الأخير من حياة دوستويفسكي عزيز المستمع موجة جبارة من الإرهاب المتبادل بين الحكومة القيصرية ومنظمة إرادة الشعب، إحدى أكبر الحركات الثورية العنيفة في التاريخ الروسي. كان مستقبل البلد حينها يبدو ضبابيا وغامضا ومفتوحا على جميع الأصعدة.
وقد كان ديسكوفسكي كما هو معروف خصما لكل أشكال العنف الثوري لأسباب نفسية ودينية، ولكنه أيضا كان وفيا للمبادئ التي ينادي بها الثوار رغم اختلافه مع وسائلهم. ويسوغ كتاب التأرجح على حافة الهاوية العديد من الدلائل على العلاقة بين فيدور ديسكوفسكي بأعلى هرم للسلطة والثورة، وهو ما أدى ربما بعدها لموته في نفس السنة بنزيف حاد. ولعل الخطاب الشهير الذي ألقاه ديسكوفسكي في 8 يونيو لعام 1880 فيما عرف حينها بأعياد بوشكين شاعر روسيا الأبرز ألكسندر بوشكين، الذي خاطب فيه الجمهور الروسي المثقف، كان واحدا من أشهر الخطابات التي ألقيت في التاريخ الروسي لغويا وعاطفيا، مما أدى لرصد الجرائد لحصول عدة إغماءات وصرخات في القاعة. وقد دام خطابه هذا زهاء 45 دقيقة حين تقدم ديسكوفسكي بخطواته الخجلة الخرقاء إلى المسرح بجبينه الذي حرثته التجاعيد، وفتح الدفتر وطفق يقرأ بصوته الضعيف المنهوك كما وصفته الجرائد الروسية. وقد حمل هذا الخطاب رسائل ومبادرة للتصالح المجتمعي بين أفراد المجتمع الروسي. أما أسباب موت فيدور ديسكوفسكي الغامضة، فإن حسب سجلات الشرطة القيصرية التي اعتمد عليها الكاتب فولغين في كتابه التأرجح على حافة الهاوية، فقد تمكنت الشرطة من رصد عدد من الشقق التي يختبئ فيها أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة إرادة الشعب. فبدأت في ليلة 26 من يناير 1881 مداهمة تلك الشقق، والتي كان من بينها شقة جار ديسكوفسكي الذي لم تجده الشرطة. وفي تلك الأثناء يصاب ديسكوفسكي بنزيف حاد وغامض يؤدي لوفاته بعد يومين. وقد قدمت زوجة ديسكوفسكي آنا غريغور فيينا سببا غير مقنع لذلك النزيف حسب تصورات الكاتب، والذي عضدها بمحاضر الشرطة وشهادة الأطباء. فرواية زوجة ديسكوفسكي تقول إن زوجها تعرض لانفجار شرياني رئوي بسبب تحريكه منضدة ثقيلة ليأخذ قلمه الذي سقط. لكن الكاتب يقدم أدلة أن ديسكوفسكي نقل تلك الليلة عددا من المعدات والأشياء الممنوعة من شقة جاره الثوري، وأخفاها بعد مداهمة الشرطة الأولى لشقته. هذا المجهود الذي بذله الرجل 60 المصاب بالصرع هو ما أفضى لوفاته. وبعد القبض على جاره الثوري في شقة أخرى من الشقق المراقبة، لم يأتي على ذكر ديسكوفسكي لمرة واحدة في التحقيقات أو في الرسائل التي كتبها، وكان يجهد نفسه لإخفاء أي علاقة له بالكاتب. هذه إذاعة إرينا. عزيزي المستمع، توفي ديسكوفسكي ولم تخرج جنازة أكبر قبلها في تاريخ روسيا القيصرية. 30,000 من رجال الحكم والكنيسة وأتباع التنظيمات الثورية السرية التي عاد صاحب الشياطين عنفها بكل أشكاله. سار كل فريق منهم خلف نعشه رغم عدم اتفاقهم على آرائه ومواقفه، بل تنازعوا عليها فوق قبره وظلوا يختلفون حولها حتى اليوم، بينما قرر في لحظة غامضة أن يتركهم ويذهب نحو موته، وهو يردد في شهوره 3 الأخيرة أن انعطافة كبرى ستقع عما قريب في بلاده وفي العالم أيضا. توفي ديسكوفسكي ليستمر الصراع بشأن قبره وعلى قبره بين الحكومة والثوار. ويرى إيغور فولغين في ختام كتابه أن الحكومة القيصرية أرادت أن تدفن ديسكوفسكي كفرد من أنصارها تحسبا للصراع الفكري المقبل بينها وبين الثوار، ولتكن
لها الشرعية في حيازة تراثه الأدبي لترسخ به أسطورتها الرسمية، لكنه أيضا يرصد مشاركة جل الحركات الثورية والطلابية في مراسم جنازة ديسكوفسكي، كأنها بذلك لم ترد أن يسرق كاتب الفقراء والمذلين المهانين، أي المذلين المهانين من السلطة في حياته ومماته، ولكن بعدها بشهر واحد سيسقط القيصر الروسي قتيلا على يد منظمة إرادة الشعب الروسية في لحظة كانت تتوفر لدى الحكومة كل الاحتياطات المادية من جيش وشرطة وجهاز دولة. كان يبدو أيضا في تلك اللحظة أن إرادة الشعب أي التنظيم قد استنفذت جل مواردها بعد اعتقال أغلب قادتها وبعد أن أثخنت بالجراح، وها هي تنجح فيما فشل فيه أليوشا كارامازوف وتقتل القيصر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. سيداتي سادتي، كنتم مع حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية، وفيها تحدثنا عن كيف قضى ديسكوفسكي الفيلسوف الروائي الروسي الشهير عامه الأخير، ذلك نقلا عن مجلة فكر الثقافية. حتى جديد الملتقى، لكم مني في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد شريف، مع تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون في الهندسة الإذاعية والإخراج والإشراف العام. إلى اللقاء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الخطوط الجوية الأوغندية تسير رحلات إلى أسمرة. أكدت الخطوط الجوية الأوغندية وضمن خطتها التشغيلية المقبلة بأنها سوف تسير رحلات منتظمة بين كمبالا وأسمرة، ولم تحدد الخطوط موعد تسير هذه الرحلات المقترحة. إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في إثيوبيا. نقل موقع بوابة أفريقيا المتخصص في الشؤون الأفريقية عن وكالة رويترز للأنباء أن مسؤول بحزب محلي وشاهد عيان قال أن الشرطة الإثيوبية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين خارج محكمة في مدينة بهردار نهار الثلاثاء الماضي. أخيرا، ألمانيا ترحل طالبي لجوء أفغان إلى بلادهم. رحلت ألمانيا 44 طالب لجوء أفغانيا تم رفض طلباتهم ووصلوا إلى كابول في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، وبهذا العدد تكون ألمانيا قد رحلت 720 أفغانيا ضمن 28 مجموعة منذ ديسمبر من عام 2016. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. ولا يفوتني أن أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد شريف، ومني محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في استوديوهاتنا الرئيسية في باريس، أطيب التحايا ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.